مش معقول اللي بيحصل للامين يامال في المانيا ده. الالمان خايفين من لامين يامال وبيطالبوا بعدم المشاركه ضدهم في ربع نهائي اليورو. ما هو لو مش خايفين ما كانوش طالبوا بالمطالب دي. والموضوع كله ابو الكباتن له علاقه بالقوانين في المانيا. انا عمري ما شفت كده في الكوره الصراحه، والمفروض دي كره قدم يعني وفيها شويه استثناءات. القانون الالماني بيقول ايه؟ بينص القانون الالماني على منع من هم دون سن ال 18 عام، سواء كانوا من المواطنين الالمان او من الاجانب، منعهم من العمل بعد الساعه 8 لحمايتهم. وبيشمل القانون الالماني على بعض الاستثناءات. طب كويس اهو، في استثناءات اهو، والاستثناءات دي كمان جت للرياضيين والاعلاميين. حلو الكلام ده. وبيسمح لهم القانون العمل لحد الساعه 11. يعني انت برضو كده ما حلتش حاجه، ما هي الماتشات بتخلص 12 ولو راحت لاشواط اضافيه فبتخلص واحده. وفي حاله تم تطبيق القانون على لامين يامال قد تتعرض اسبانيا للغرامه واللي بتقدر ب 30,000 يورو لو لعب لامين يامال بعد الميعاد ده. وبالمناسبه ابو الكباتن في مباراه ايطاليا واسبانيا اخرجوا المدرب بلوفنتي قبل ما تيجي الساعه 11، تخيل، وده تجنبا لدفع الغرامه، لكنه احتاجه في مباراه اسبانيا وجورجيا وخلاه يكمل المباراه فدفع الغرامه عن طيب خاطر. قوانين الى حد ما غريبه، ولكن كل دوله تعمل اللي هي عايزاه. فهل لو ما لعبش لامين يامال ضد المانيا ممكن يتاثر المنتخب الاسباني ولا لا؟